بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. لماذا بن كيران؟ لماذا حميد المهدوي مردش على بن كيران عما قالوا عن المغاربة؟ قال لهم بأن المراكة ميكروبات وحمير، والمهدوي مازال ساكت، مازال مردش، رغم أن نهار وزير العدل عبد اللطيف وهبي ملي وصف حميد المهدوي بالكلب دغيا حميد المهدوي دار واحد الضجه تيقول بان وزير العدل وصف المغاربه بالكلاب، رغم انه وصفه بوحدو ما وصف المغاربه. هذا الشيء معروف. نهار مشى المهدوي عند بن كيران لدارو، تفاهموا هو وياه باش يديروا واحد الكتله مع دوك الخوان اخرين، انت تدافع عليا وانا ندافع عليك. ودابا عمر لي راسو قال ليه دافع عليا حتى نكون وزير الاول، فانا غادي نرد لك الاعتبارات ديالك وننتقم لك من هذوك الصحافه اللي ضدك وكاع دوك المجموعات اللي ضدك، انا غادي ننتقم منهم. هذا هو الهدف. وما عجبتنيش الا واحد الاستاذه جامعيه هي اللي خرجت طول العرض في مهدوي، قالت ليه انت ولد حرام مقطر وبغينا نعرفوا الاصل ديالك، ومع من زنات امك حتى ولدتك، واش مع الخضار ولا مع جلايجي ولا مع الشفناج ولا مع الجزار ولا مع الجابير، بغينا نعرفوا مع من، لان الاخلاق ديالك ماشي ديال ولد الحلال. رغم ان المهدوي تيقول لك ولد فقيه، وعلى ما اعتقد ديك الفقهاء اللي حافظين فقط فلا يعلم اذا باعترام في الكرتون ما في الصدر وحصل ما في الكرتون. اما اللي حافظين القران وفقها بالمعقول ما ظنيتش واش غيولدوا بهذا النوع هذا. حنا عندنا واحد المعيار تنعيروا به على هاد الناس هادو اللي تيقول لك ولد الفقيه، وخاصه في المناطق سوس. الا شفنا شي ولد فقيه كيتعدى على شي مراه ولا خرج بشي حاجه تيقولها شي هضره ما هي هذيك الشيء، تنجاوبوه بهضره واحده، تنقولوا ليه بالامازيغيه الفقيه وليس غاغيول يسات كيتارو، بمعنى ان الفقيه بحال هاد النوع من الفقهاء ما تيشريوش الحمار غير تيولدوه. الفهيمي فهم السي المهدوي